ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى تاني قصه يا صحابي من سلسله القصص المفيده. عندنا قصه عندي موهبه. انا لما باخد قصه ببقى مركزه في الاحداث، في الشخصيات، في كل الحاجات اللي حصلت. قصه فيها حاجات مفيده زي قلنا انا استطيع، زي عندي موهبه. دلوقتي بقى هنقرا عندي موهبه. بقول لك يا صحابي، الشخصيه بتاعتنا سلمى والمعلمه. سلمى كانوا سلمى هي والفصل بتاعها كانوا رايحين كانوا رايحين رحلة للسلك، رحلة مدرسية للسلك. فكانت المعلمة معاها، وهي شاهدت عروض الحيوانات وعروض وعرض الساحر، وضحكت كثيرا على عروض المهرج. بعد كده وهي مروحة كانت متفاجئة تلاقي ميس هو ازاي الساحر ده عرف يعمل كل الخدعة دي ازاي. فالميس قالت لها ان هو كل واحد يا سلمى عنده موهبة. فسلمى بقى قالت في نفسها كده وهي حزينة، انا لست موهوبة. يعني انا لست موهوبة؟ انا مش عندي موهبة خالص خالص، ومش هبقى عندي موهبة. فجت في اليوم التاني ميس طلبت من كل تلميذ ان هو يرسم الحاجة اللي هي عجبته في الرحلة. سلمى رسمت اللي هو عجبها في الرحلة صورة جميلة ومعبرة عن ما أعجبها في الرحلة. بصوا يا صحابي، رسمت بصوا شايفة الصورة دي؟ رسمتها هي طبعا هي يد الميس وهي مبتسمة كده. خدت الصورة بتاعتها وقالت قالت لسلمى وهي مبتسمة، عندك موهبة الرسم يا سلمى. سلمى بقى صاحت بصوت عالي، زعقت بصوت عالي وهي فرحانة كده وقالت عندي موهبة وهي فرحانة جدا. يعني بصوا أنا حصل معايا نفس الحاجة. أنا كنت حاسة إن أنا مش عندي موهبة، فطبعا كنت عايزة أطلع الميوزك. كنت بشوف صحابي بيطلعوا الميوزك وبيتدربوا على الميوزك، فأنا كنت عايزة أطلع، بس كنت حاسة إن أنا مش هعرف أعمل. فلما طلعت قعدت اسمع صوتي للميس، والميس قالت لي تمام. دلوقتي بقيت انا بعزف حاجات اصلا انا ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اعزفها. فبجد بجد يا صحابي، احنا لازم نجرب حاجات كتيره. يعني انا جربت السباحه، جربت الميوزك، جربت حاجات كتيره عشان اعرف ايه الموهبه اللي انا عايزه بيها، ايه الموهبه اللي عندي. قولوا لي بقى يا صحابي، انتوا كمان استفدتوا ايه من قصة سلمى؟ استفدنا يا صحابي ان احنا يا صحابي نجرب حاجات كتيرة وما نترددش. ميس انا ممكن تدخليني في الفريق كده، فعادي يا صحابي. وعلى فكرة عادي جدا 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 يا صحابي ان احنا نبقى بنجرب حاجة ونفشل فيها، اما لما نجربها تاني هنلاقي نفسنا بننجح، لان ربنا بيكافئنا ان احنا عملناها كذا مرة، مش عملناها مرة واحدة. قولي بقى يا صحابي، انتوا حاسين ان انتوا موهوبين في ايه؟ اكتبوا تحت في التعليقات وهنعرف كل حد عايز يبقى ايه وموهبته ايه وكل الحاجات دي. يلا باي باي.